بقى سلطانة الطرب تعمل كده في ام كلثوم؟ لما ظهرت ام كلثوم على الساحة الفنية وبقت حديث الناس كلها، وبقت كل الناس بتتكلم عن البنت الجديدة اللي صوتها روعة، وقتها وصلت الاخبار لسلطانة الطرب منيرة المهدية اللي اتخضت وخافت ان البنت الجديدة دي تسحب البساط من تحت رجليها، والغيرة والفضول جننوها وخلوها تفكر فكرة مجنونة كده عشان تشوف هي تطلع مين البنت دي. راحت متنكرة ولبست ملاية لف وبرقع، وراحت تحضر وسط الناس حفلة ام كلثوم عشان تسمع وتشوف بنفسها. ولما حضرت منيرة الحفلة اتفاجئت باعجاب الجمهور بام كلثوم بشكل فظيع جدا. خرجت منيرة من الحفلة وهي غضبانة جدا، ناوية تقضي على حاجة اسمها ام كلثوم. واتقال ان في الوقت ده بدأت تظهر عن ام كلثوم اشاعات سيئة جدا على صفحات الجرائد، وكان الهدف منها تدمير ام كلثوم نفسيا عشان تزهق وتهرب بره البلد. لكن ام كلثوم بقى اتجاهلت الاشاعات دي تماما، وفضلت مستمرة في تحقيق نجاحات فنية خطيرة. اللي مش هتتخيلوه بقى ان بعد فشل منيرة المهدية في انهاء مشوار ام كلثوم الفني، بقت من اشد المعجبات بصوت ام كلثوم. ومش كده وبس، دي بتستنى حفلتها كمان كل اول شهر، لدرجة انها قالت هو حد يجيله نوم والست بتغني؟ لا محبة الا بعد عداوة.